ضيف هاد الحلقة ما كاينش اللي ما كيعرفوش، إلياس المالكي. راكم الدراري كي دايرين بخير مزيان. شوف المهم الدراري انا كنقدم الاعتذار ديالي. انا غلطت في سورة الفلق، ماشي تعمدت باش نحرف كتاب الله ولا باش نستهزأ بداك الكلام ديال الله. انا لا، انا غير غلطت وفي ستريم وست تسويع وانا مستريمي تزبقت لي ديك الكلمه. انا ماشي كان زعما القصد ديالي هو نقول ديك الكلمه، ولكن انا غير غلطت وصافي. 1988 بمدينة جديدة، بالضبط قصر الحمر. هاد الحي اللي غيعرف مولود جديد بين أسرة متواضعة. وبما أن إلياس أول مولود في العائلة، فراه كانوا الوالدين ديالهم مخلينهم ما خاصاه حتى شي حاجة، واللي بغاها كيلقاها، رغم أن المعيشة كانت على قد الحال. إلياس بدا كيكبر، وفي السن الرابعة بدا كيخرج يلعب مع ولاد دربهم، اللي من بعد غيكتشف أنه عنده موهبة في كرة القدم، اللي ما غيتعطلش بزاف، وغيلتحق بالنادي الدفاع الحسني الجديد لكرة القدم لفئة المينيم، اللي غيبقى يلعب كرة ونفس الوقت القراية، اللي مع الوقت ولا عقله غير مع كرة القدم، اللي غيخليه يخرج من القراية ويعطي وقته كامل للكرة، اللي من بعد ما داز تقريبا 5 سنوات من التدريب ومن فئة لأخرى غيلتحق بنادي المغرب الفاسي، وما نساوش من بعد غيلتحق لنهضة بركان اللي ما طولش بزاف، وغيوقع مع نادي الرشاد البرنوصي. وهو في النادي والطريق ديالو للاحتراف غيوقع اللي ما كانش ضارب ليه حساب، حيث انه غيتوعد في الرجل ديالو اليسرى بسبب تدخل احدى اللاعبين. هادشي اللي غيخليه يتوقف عن كرة القدم بصفة نهائية. الياس ما تصوروش الشعور ديالو، لانه بدا كيشوف المستقبل ديالو كيضيع قدام عينيه. واخا هادشي كامل مازال كرة القدم عزيزة على الياس، خصوصا منتخب الارجنتين وبالضبط لاعب مارادونا. الياس من بعد مدة قرر مع راسو انه يدخل السوشيال ميديا، والبدايات ديالو كانت في انستغرام اللي بدا يطلق لايفات تما، وشويه بشويه بدا كيدير بلاصتو. وهادشي بالضبط سنه 2021، واللي كان كيبان معاه الصديق ديالو سيمو البرقادي، اللي حاليا العلاقه معاه متوتره شويه. من بعد الياس بدا كيشق الطريق ديالو في الانستغرام، والجمهور ديالو بدا كيكبر كشر وكشر. اكتشف انه ما كيربح والو من انستغرام من غير الشهره ديالو، والحاجه اللي كانت كتخليه مختلف للاخرين وهي العفويه ديالو، اللي كيقول دائما ما تاخذوش الحياه بجديه. الياس قرر يبتعد عن انستغرام، وقرر يسيني مع شي ابليكاسيون يبقى يدير فيها لايفات تما. وبما انه كيتفرجوا فيه غير ولاد الشعب، قرر يدوز اليوتيوب، على الاقل كلشي غيولي متبعو تما. شويه بشويه في اليوتيوب بدا كيطلق لايفات، والشعبيه ديالو تزادت، وبالعفويه ديالو قدر يحتل الطوندونس المغربي، اللي خلاه يكون هو اول ستريمر في المغرب كيوصل اللايف ديالو لاكثر من 70 كا. وما نسوش انه هو الاول مغربيا، والثاني في اسبانيا، والخامس في كندا من ناحيه المرتبه. الياس المالكي ماشي حتى لهنا وصافي، بل انه كل مره كيجيب شي حاجه جديده، وإلا ما كنتيش فاهم الكونسيبت كيف ما كيقول، فراه ديما غتجيك هضرته داويه عليك. الياس المالكي المحتوى ديالو اساسي وهو الجيمنج، ولكن التطليعه ديالو هي اللي مخليه ديما حاكم السوق كيف ما كنقول. الشهره ديالو اللي فاتت المغرب لدرجه انك فين ما مشيتي غتسمعو داوي في شي تليفون. الياس المالكي رغم انه اكبر ستريمر، فراه كان دار واحد المشكل لحد الان، وكل واحد شنو كيقول، واش دارها بصح ولا غير غلط وصافي. واحد اللايف كيف العاده غيبدا يقرا سوره من القران، والغلط كيف ما قال انه غلط، ولكن بالنسبه ليا فراه اعتذر من المتابعين ديالو، ولكن هذا الشيء كان ما كافيش، اللي غتنوض عليه حمله اعلاميه اللي غيهبط فيها المشتركين ديالو، لا من انستغرام ولا من يوتيوب، من مليون ل 700 كا. ما داش بزاف، والاعترافات ديالو المتابعين خلات هذا الشيء يفوت. الياس بما انه ولد الشعب وكبر في حي شعبي، فراه كان ديما حاس بولاد الشعب، اللي غيخليه يدير قفه رمضان يفرق فيها اكثر من 100 قف. ايضا الناس كيستضيفهم في البيت ديالو، ولا خاصته شي حاجه كيعطيها ليه بلا ما يتردد. الياس المالكي ما نساوش المشكل ديالو مع طوطو، واللي خلى الياس يخرج بطراك الاسم ديالو المتشنتشن. واش طوطو احنا جينا تا البي ان جي سيري ضربنا فوطو، غادي كندريبلي كي مارادونا ودخلت لبوطو، كي جديده كي كازا بقى لينا نفوتو غا الحدود، نقي حالتك يا بالمتنتن ما بقاتش في الحوطوط. اللي رد على طوطو، وايضا التراك ديال ايفروس اللي كلاشا فيه بزاف الروابه، منهم سكايمان. يا قلت لك في الاول قبل ما تكلاشي بعدا سول، يا قلت لك غنرون يوتيوب وغنولي الاول، الاول كاع داكشي اللي بغيتيك على مخي وفمي، وانت شري لي سي طابا ماما. سكايمان اللي مور اللي باغا اللور، حليوه الطالامور وما نحويكش حتى فابور، كيبان لكم بيت وانا في عيني قصر، كيبان لكم بيف وانا في عيني خسر. الياس المالكي
وباسم آخر الأسطورة، لمن شخص يحارب من أجل كرة القدم إلى أكبر ستريمر مغربي. أما المشكل ديال إلياس مع سيمو البرقادي فراه خاصو حلقة بوحدها. إلا بغيتو قولوا لي في كومونتير ندير عليها حلقة ونشرح الخلاف بيناتهم، حيت كانوا كثر من الخوج ودابا كل واحد كيكلاشي في الآخر. المهم حتى هنا غنكونوا سينا الحلقة ديال اليوم. باش تدعمنا ما عليك هو ديك الابوني تضغط عليها، ولاش لا شي لايك، ولاش لا شي كومونتير زوين تخلي فيه الراي ديالك وشنو بالك في هادشي. كان معكم زكريا النيرو، تهلاو.